أحمد نوير من القاهرة لرصد ردود الأفعال بعد المباراة مباشرة. أحمد تفضل. أحمد نوير. تحياتي لك زميلي نادر، تفضل. أحمد، بعد المباراة مباشرة ونتيجة ثقيلة للمنتخب المصري، ما هي ردود الأفعال؟ نادر، أسئلة كثيرة سمعتها أثناء المباراة ومتابعتي للمباراة. رفقة الجماهير المصرية هنا لمتابعة هذه المباراة. أين كان برادلي؟ أين كانت التغييرات؟ أين كانت التشكيلة؟ أين كانت قراءة المباراة؟ هذه الأسئلة التي سمعتها أثناء المباراة. أما بعد المباراة فكانت خيبة أمل ذاقتها الجماهير المصرية في النتيجة وفي الأداء، ليس فقط في النتيجة ولكن أيضا في الأداء. نتعرف بشكل أكبر أو نقترب بشكل أكبر من ردود الأفعال في عقب المباراة. بعض رأيك إيه في النتيجة ورأيك إيه في الأداء؟ هي نتيجة أسوأ نتيجة في حياة الكرة المصرية بالكامل، وأسوأ فريق. يعني دي مش كرة قدم ولا مدرب، يعني بتلاعب لعيبة. وائل جمعة خلاص يعني انتهى الصلاحية. في لعيبة كتيرة. الجمعة بيأدي كويس مع الأهلي. بيأدي مع الأهلي. ما وشيكابالا ما بيأدي مع الزمالك كويس. شيكابالا ما لعبش في منتخب مصر تاني، ولا وائل جمعة ولا حسام مغالي ولا الناس اللي لعب كرة تاني. خلاص يلعبوا بالناشئين بقى، الماتش جاي عشان بلاش فضاحة. كفاية لحد كده، كفاية إحباط للشعب المصري، كفاية غضب رهيب من الشعب المصري النهارده. أول مرة كلنا سيبك بقى، يعني 2-1 3-1 كويس، إنما 6-1 ليه؟ لازم محاسبة الجهاز الفني بالكامل واللعيبه. وانا بنادي الشعب المصري ما فيش حد يروح مباراه العوده. صمت. لا المباراه في مباراه عوده، وكره القدم لا تعرف احمد ما تقنعنيش يا زلمه، انت بتلعب ابطال كاس العالم 3 مرات متتاليه. شكرا نبيل، شكرا. نتعرف عليك. حسام خليل. حسام، شايف ازاي نتيجه اللقاء وشايف ازاي الاداء؟ طبعا النتيجه كان الشعب المصري منتظر، يعني كان منتظر اداء افضل يعني. طبعا النتيجه قاسيه جدا على الناس، والناس يعني كانت في العيد الناس كلها زعلت. الناس دلوقتي كل واحد مروح زعلان في بيته، محدش هيحس بالعيد. كل الناس كانت منتظره اللعيبه دي تفرحهم، نعمل نتيجه على الاقل ايجابيه، يعني حتى لو 2-1 بتاع نتيجه ممكن يبقى عندنا احساس حتى ان في ماتش العوده ان احنا ممكن نعمل اي حاجه. لكن للاسف النتيجه ديت صعب جدا. انا شايف مفيش اي حاجه. المدرب برادلي نزل تشكيله وفي الاخر ابتدى بتشكيلات بدري وسحب. طب ليه ما لعبتش الشديد من الاول؟ ما تلعب سعد معوض معروف ان هو احسن من شديد في الحاجات الدفاعيه في الالتحامات والكلام ده كله. شكرا حسام. اذا زميلي نادر، هذه عوده اليك، ولاحظت ولمست خيبه امل يشعر بها المصريون بعد هذه النتيجة. 6-1 نتيجة ثقيلة جدا على المنتخب المصري. كان الجميع يود أن يفرح في أول أيام عيد الأضحى المبارك وأن تكون الفرحة فرحتين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والقاعدة نأمل في الله ثم في القاعدة أن كرة القدم لا تعرف المستحيل. إليك نادر. شكرا جزيلا.